تعالَ أقول لك تعمل إيه لو بتمنتج فيديو بالساعات، وبالذات إنك ممكن تطلّع نفس الشغل وفي نُص الوقت، والسر والجواب في الاختصارات. لو بتستخدم الماوس لكل حاجة ببريمير برو، فأنت فعلًا بتضيّع وقت كبير جدًا، لإن ببساطة الاختصارات والshort cut هي الحل السحري لأي مونتير محترف. عايزك تتخيل معايا إنك ممكن تقص الفيديوهات وترتب التراكات وتعدل على التأثيرات، وكل ده بضغطة زرار واحد. وكل اللي أنت محتاج تعمله إن أنت من هنا هتفتح قائمة edit، بعد كده هتنزل عند كيبورد short cut، هيفتح معاك واجهة الshort cut. هنا هتقدر تخصص كل زرار للحاجة اللي أنت محتاجها، وتقدر تخصص الزراير على حسب الراحة وعلى حسب نوع أو طبيعة شغلك واستخدامك. أنا مثلًا مخلّي الZ بيعمل undo، ومخلّي الR بيعمل speed، ومخلّي الN بيعمل nest، وفي نفس الوقت مخلّي الK بيقص الشوتات. مخصص كل زرار على حسب راحتي واستخدامي، وعلى حسب ما أنا باتعود، وباغيّر فيهم كل فترة على حسب الحاجة اللي تخلّي شغلي يبقى أسرع وأسهل. وأنت برضه تقدر تخصص الزراير على حسب اللي يسرّع معاك شغلك وعلى حسب أريحيتك أنت. فمثال أنا مخلّي الspeed R، بحيث إن أنا بمجرد ما أدوس على الشوت وأدوس حرف الR أقدر أسرّع أو أبطّأ الفيديو على حسب ما أنا عايز. وفي نفس الوقت مخلّي زرار الN nest، بحيث إن أنا أي شوت أحب أعمل له nest ما اضطرش إن أنا أدوس كليك يمين وأرجع أدوّر على nest من القايمة. اختصارات بسيطة لكن ممكن توفر لك ساعات من وقتك. ولو عايز تعرف أكتر عن أقوى الاختصارات اللي هتسرع شغلك على بريمير برو، تابعني دلوقتي واستنى الفيديو الجاي.